احنا بقينا ماشيين ورا الكاميرا. السوشيال ميديا غيرت فينا احساسنا بالرضا. احنا مبقيناش احنا، بقينا ناس مصطنعة. كل الاخلاق اللي اتربينا عليها اتضربت. السوشيال ميديا لعبت على الفضول، لعبت على اكبر غريزة عندك وعند البشر كلهم. عشان تجيب فلوس اعمل اي حاجة مبتذلة. فلما انا ابقى عايزة احط لهم السم فعلا جوه العسل هحطه لهم في السوشيال ميديا. لما بفتح الفيسبوك او انستجرام او تيك توك او اي بلاتفورم النهارده بقعد افكر كده، هو انا اتغيرت عن زمان ايه؟ الناس اللي حواليا اتغيروا في ايه؟ ببص ان السوشيال ميديا خلتنا مش حقيقيين، خلتنا طول الوقت بنبص على بعض، شايفين عيوب بعض، شايفين احنا اتغيرنا قد ايه. لما بفتح على نفس برنامج مثلا من 3-4 سنين واشوف نفس المذيعة او اشوف نفس البلوجر اللي طلع، بحس ان هو اتغير، بحس ان هو مش هو. بس هو معذور، هو لازم يواكب. بحس ان مفيش حد، وقليل قوي يعني دلوقتي الا من رحم ربي، يعني بقى حقيقي، بقى هو الشخص اللي انا ممكن اشوفه في الشارع هو نفس الشخص اللي انا بشوفه على الشاشة، بقى هي نفس الملامح. لا، انا بقيت احس ان الناس كلها شبه بعض. احنا بقينا ماشيين ورا الكاميرا. الكاميرا هتجيبنا شكلنا عامل ازاي، ولازم نبقى شبه مين، ولازم نتكلم بأني طريقة، ولازم نحكي في أني موضوع. السوشيال ميديا غيرت فينا احساسنا بالرضا. احساسي ان انا كبلوجر مثلا او كمذيعه، انا خايفه قوي انزل على طبيعتي في الشارع للناس تقول لا مش هي. انا خايفه ما اعملش عمليات تجميل للناس تقولي لا هي ازاي فاضله زي ما هي كده، ازاي فضلت كده، هي ازاي ما عملتش ابديت، ازاي هي ما طورتش من نفسها. احنا ما بقيناش احنا، بقينا ناس مصطنعه. تجيب اكل معين حتى لو معهاش ثمنه عشان تطلع توري الناس هي بتاكل ايه، تلبس ماركه معينه عشان بس تقول اسم البراند اللي هي طالعه بيه حتى لو مش لايق عليه. فبقينا مش لايقين على نفسنا، مش لايقين على لبسنا، مش لايقين على روحنا. بقيت لما بتفرج على حد في السوشيال ميديا بقعد ادور على روحه، بقعد اركز قوي في كلامه، عايزه اشوف الجانب اللي جواه، هو طيب ولا شرير، طب هو بيتكلم بجد ولا بيضحك عليا. القيم والاخلاق والعادات اللي احنا تعودنا عليها وتعلمناها واحنا صغيرين السوشيال ميديا ضربتها بعرض الحائط. كل الاخلاق اللي اتربينا عليها ضربت. السوشيال ميديا علمتنا نعلي سقف طموحاتنا. انا محتاجه اتجوز واحد شكله حلو عشان اعرف اطلع انا وهو نعمل فيديوهات حلوه ونطلع ترند ونجيب فلوس. في ازمه اقتصاديه، خسرت نفسك عشان تاخد الفلوس، دي حاجه هتبسطك؟ خسرت اخلاق، خسرت قيم. لما بتقف قدام نفسك كده قدام المرايه تحس ان مش انت. السوشيال ميديا خلتنا نتاجر بولادنا، نتاجر بحياتنا، نتاجر بجوازاتنا، ونتاجر ببيتنا، كل حاجه، حتى بنتاجر بنفسنا. عشان تجيب فلوس اعمل اي حاجه مبتذله، اعمل اي حاجه خارج المألوف، وانا اوعدك ان انت هيجيلك فلوس وهتطلع ترند. مش انتوا بس اللي عندكم المشكله، او مش الناس بس اللي بتعمل الحاجات دي عندها المشكله كمان في الناس اللي صدقته. لما بتفتح اي فيديو انت شايفه عقلك رافضه، شايفه غريب، ايه ده، هو ازاي يتقال كده يا جماعه، ازاي اللفظ ده يتقال، ازاي تعمل الحركه دي، ازاي تطلع باللبس ده، وتفتح الكومنتات وتلاقي ناس بتسقف، وتلاقي غيرهم تاني يوم بيقلدوهم ويبقوا بالنسبه لهم نماذج مثاليه. فانت هتحس ان انت ايه ده، هو انا الوحيد اللي، يا جماعه هو انا مجنون، هو انا الوحيد اللي شايفه ان ده غلط. فواحده واحده الصح بيندثر، مش هنشوف خلاص. ما هو بقى الوحش اكتر من الحلو. مين اللي هيحارب في وسط الحاجات دي كلها ويطلع يقولك محتوى محترم؟ مين؟ فكر معايا كده، مين اللي عنده استعداد يبقى مش متشاف؟ مفيش حد. فكل اللي عنده نصيحة هيخليها لنفسه، كل اللي عنده علم هيبطل. هاتلي عالم الفترة اللي فاتت طلع ترند، ولا حد اتكلم في الدين طلع ترند. حتى الناس اللي بتتكلم في الدين، حتى المشايخ، انتوا بتطلعوهم ترند بغلطاتهم كأنهم أنبياء يعني مش هيغلطوا. أي حد بقى يتكلم في الدين دلوقتي احنا بنشوف هو عنده ايه مشكلة، ندور كده جواه، لبسه في مشكلة نطلع نتكلم عليه، قال كلمة غلط، قال حديث ضعيف، احنا بندور على اي غلط فيه، بندور على الاخطاء. خلاص عينينا جابت الحاجات الوحشه من كتر ما الحاجات الوحشه اللي حوالينا ابتدت تبقى هي المألوفه. لو اتفرجت على برنامج عادي خلاص انا عقلي اتبرمج، هو البرنامج تمام كده ولا ايه، ولا مثلا المذيعه هتطلع تقول حاجه، ولا هيطلع يضربها. والرجاله اللي بتطلع تاكل هي ومراتاتها قدام الشاشه يقول يا جماعه احنا تعبنا في المحتوى ده قوي، احنا تعبنا عشان نجيب فلوس. اكل ايه؟ طول عمرنا متربيين ان الاكل ده عوره، محدش يعرف عنه حاجه. انت لو اختك او امك بتكلمك وانت بتاكل المفروض حفاظا يعني، والدين بيقولك ان انت ما تروحش تقول، يمكن هي ما تعرفش تاكل الاكل اللي انت بتاكله. احنا بنتفنن كل يوم دلوقتي نطلع نعمل اكل حتى لو الميزانيه بتاعتنا مش هتجيب، عشان هنجيب فلوس، عشان ده شغل. فين الشغل؟ فين الشغل اللي انت تطلع ولادك بياكلوا قدام كاميرا ومراتك وقاعد بتعمل حاجات
انت نفسك لو جيت اتفرجت على نفسك مش هتبقى راضي في يوم من الايام. ليه اكتر الناس او اغلبيتهم بتتشد قوي للسوشيال ميديا وتقعد تنقل من هنا لهنا وتتفرج على الفيسبوك وترجع على انستجرام وعلى التيك توك؟ الفضول. السوشيال ميديا لعبت على الفضول، لعبت على اكبر غريزة عندك وعند البشر كلهم. انا عايزة اعرف اللي قدامي بياكل ايه، بيلبس ايه، حياته الشخصية عاملة ايه. فلما تلاقي واحد ومراته بيتخانقوا قدام الكاميرا واتطلقوا تبقى الفضول هياخدك. انا عايزة اعرف اتطلقوا ليه، ايه حجم المشاكل. احنا نسينا مشاكلنا ونسينا حقيقتنا وقاعدين مركزين مع اللي حوالينا، وكانت النتيجة ان احنا رايحين في مسار احنا مش هنعرف نرجع منه تاني، داخلين في سكة الرجوع منها صعب قوي. لكن دلوقتي السوشيال ميديا بوظت كل حاجة، رفعت معيار الانبساط عندك. احنا زمان كنا بنسمع عن المالديف دي في الكتب، دلوقتي انت بتشوفي حد مثلا عمل شهر العسل بتاعه في المالديف، لا بقت دي اقصى طموحاتك. لا انا لو رحت اي حتة تاني مش هتبسط، انا لو جبت لبس مش من البراند اللي هي جايباه ده انا مش هتبسط، انا لو مبقاش عندي دريسنج روم زي اللي عندها مش هتبسط، لو ما اتجوزتش واحد زي اللي هي اتجوزته انا مش هتبسط، لو مخلفتش ولاد نفس الشكل ونفس المهارات اللي عند بنتها مش هتبسط. فطول الوقت مش هيبقى عندك رضا، لان انتي شفتي حاجات مزيفة طول الوقت بيقدموها لك عن ان هي دي الحقيقة، وللأسف هي مش دي الحقيقة، كلها حاجات متظبطة ومتصورة عشان خاطر انتي تنبهري وفضولك ياخدك، زي الإعلان بالظبط. أي إعلان لأي منتج انتي بتاكليه، انتي لو قعدتي اتفرجتي عليه مش هتشوفيه بنفس اللي انتي بتشوفيه. هو بيحاول يحببك في الحاجة دي، هم طول الوقت بيشتغلوا ان هم يثيروا فضولك عشان لما يقدروا يحطوا لك اي معايير نفسهم يحطوها ليهم او يحطوها للناس تبقى سهلة تعدي بسهولة، لان هم كده كده هيتفرجوا كده كده هيشوفوا. فلما انا ابقى عايزة احط لهم السم فعلا جوه العسل احطه لهم في السوشيال ميديا عشان يعدي كده ويتبسطوا وما يحسوش ان في حاجة غلط. بطلوا تسقفوا للناس دي، هتيجوا في لحظة مش هتلاقوا ناس فعلا تديكوا علم تستفادوا بيه، في لحظة مش هتلاقوا دكاترة تعالجكوا صح، مش هتلاقوا مهندسين يبنولكوا بيوت تعيشوا فيها صح، مش هتلاقوا علماء يدوكوا علم فعلا تستفادوا بيه، لان انتوا خلاص احبطتوهم من غير ما تحسوا. لما تشوفوا حد ناجح في حياته وحد بيشتغل عليها بجد ولسه ماسك في معاييره ولسه ماسك في الأخلاق بتاعت زمان، امسكوا فيه. بالعكس دول اللي لازم يطلعوا ترند. أي حد حافظ على شخصيته، حافظ على دينه، حافظ على أخلاقه في وسط اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي، ده المفروض هو اللي يطلع ترند، ده المفروض الشخص اللي تسقفوه والشخص اللي تدعموه والشخص اللي تتباهوا بيه وتقلدوه. غير كده تبقى انتوا بتساعدوا على الفساد وبتساعدوا ان السوشيال ميديا تطلع لكم أسوأ ما فيها. السوشيال ميديا دمرتنا، ما حسيتش ان هي اضافت لنا حاجه، بالعكس بهدلت ولادنا وطلعتهم اشخاص طول الوقت مش حاسين بالمسؤوليه اللي اتربينا عليه كله السوشيال ميديا حطمته.